أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة بالياسمين. معاكم أنا نيرة شنب ولايف كوتش ياسمين عبد العزيز. في آخر حلقة اتقابلنا فيها كنا بنتكلم عن الاستقبال، فمحتاجين حضرتك تفكرينا بيه سريعا. اهلا بيكي يا نيرة، قد ايه وحشتيني وقد ايه البودكاست وحشني معاكي. أنا أكتر. اتكلمنا في الحلقات فعلا السابقة عن حاجات كتير جدا تخص سمات الأنوثة، وكانت آخر حلقة أظن اتكلمنا فعلا عن الاستقبال، وقلنا إن الاستقبال هو يعتبر الباور بتاع سمات الأنوثة كلها، هو الطاقة، هو الكهرباء اللي بتفعل كل سمة من سمات الأنوثة اللي جوه كل أنثى مننا. ازاي تقدر تتميز بيها اكتر، ازاي تقدر تتصف بيها اكتر، تفعل سمات الانوثه المختلفه في حياتها لما تبدا او تبقى واعيه كويس بمعنى الاستقبال وباداء الاستقبال، وازاي ممكن انها لما تفعله عندها تشغل كل سمات الانوثه. بس حلو جدا. خليني اقول لك على حاجه، يعني من الحاجات اللي وردت من الناس اللي تابعونا وسالوني عنها، هو انا ياسمين انا بستقبل كل حاجه موجوده حواليا، بس انا الحاجات اللي انا بستقبلها مش كلها حلوه. انا بستقبل كلام بيضايقني، بستقبل مواقف سلبيه. فبدأت أحس إن مفهوم الاستقبال وصل لهم إن أنت بتلمي بقى كل حاجة حواليك، أنت بتاخدي كل المؤثرات الخارجية أو بتاخدي كل المواقف، كل السلوكيات، كل الأحداث، ومتوقعة إن أنا كده أنا كده بستقبل، فبلم كل حاجة في النطاق اللي حواليا أو في المحيط بيا، مم. وده مش مفهوم صح. تمام، أمال بقى الاستقبال الصح بيكون إزاي؟ ان انا اكون جاهزه ان انا بفعل الاستقبال في حياتي، مش معناها ان انا كل اللي حواليا انا بلمه وبسمح ان هو يوصل لي او يوصل لمشاعري او يوصل لنفسي الداخليه او يكون ليه الاثر عليا. لا، انا بعدي كويس مم. جدا، مناسب ليا، بعدي من فلتر معين انا حطاه لنفسي، حطاه بقيم معينه، حطاه من اهل ثقه، حطاه بمبادئ وبرواز واضح قوي انا بعدي ايه عشان خاطر يوصل لي ويكون له الاثر عليا. فمش اي حاجه او من اي شخص موجود في حياتي انا اقدر استقبل. تمام. تمام جدا. طيب عاوزين بس سريعا نعرف الفلتر ده برضو يعني مقوماته الأساسية ازاي، او انا احط نفسي بناء على ايه؟ هل على القيم بس مثلا ده هيكون كافي؟ هو الفلتر ده بيتبنى من قناعاتي انا ومدى ايماني انا بايه الصح وبايه الغلط، وان انا اكون مدركه تماما انا ببني ده على اساس ايه، مش على اساس وجهه نظر مجتمعيه، ولا على اساس مم. تقاليد وموروث وعادات موجوده، ولا على اساس تقييم خارجي من مجتمع او من اشخاص او من عادات موجوده او موروثه. البرواز او الفلتر ده بيتبنى على اساس الصح والغلط اللي رب العالمين بس مم. قالهولي ووصلهولي وحطهولي وقال لي دي قوانينك في الدنيا ودي رسالتك في الدنيا. هو ده المقياس الصح جدا، الدقيق جدا، المفصل جدا جدا. مفيش حاجة انت محتاجة تقيميها مش هتلاقي ربنا قالك عليها، مش هتلاقي ربنا حكملك فيها وقالك ده صح او غلط. الاصل في كل الامور هي ان هي اصلا حلال، لكن الا ما حرم الله اللي ربنا قال عليه. غير كده وانت بتخضعي لقوانين مجتمعيه او بتخضعي لعادات وتقاليد، وارد انها تكون مناسبه ليكي، وارد انها تيجي عليكي. طب لو انا عارفه اتناغم معاها وهي مناسبه ليا وبتدعمني، اوكي اهلا وسهلا بيها. لو غير كده لا تماما، هي مش في الفلتر بتاعي، مش هي دي المقياس بتاعي، ولا هي دي التقييم القيمي اللي انا بعمله لنفسي ولمعاملاتي مم. ولسلوكياتي والانفاقي والادواري. كل اللي انا حطاه لنفسي لازم اكون عارفه اهل الثقه اللي بينفقوه هم مين، اهل الذكر اللي بسالهم عنه هم مين وبقيمهم ازاي، ايه القيمه اللي انا بخاطبها في كل سلوك وفي كل دور، واللي قايل لي عليها فقط هو رب العالمين. تمام، حلو جدا. اتفضلي. طيب خلينا بقى ننتقل لنقطه تانية يا نيره بعد اذنك، وهي مم. الجانب بقى التاني اللي بتستقبله الإناث وهو بيكون ليه الأثر السلبي عليها. دي أنا بشوفها تحديات هي طول الوقت موجودة حوالينا، مم. تحديات مجتمعية مختلفة، مسميات سامة وأحكام خاطئة
وطول الوقت حاطين لنا سطور معينة لازم نوصل لها، ونقاط معينة لازم نحققها، ومصطلحات عشان خاطر تقدري تحصلي على قدرك فانت لازم توصلي لهنا. خليني اقولك ان دي طول الوقت موجودة حوالينا، مم. لكن الحاجة اللي بتنجينا وبتحفظنا من اثارها السلبي هو احنا بنتعامل معاها ازاي. بنتعامل ازاي مع الكلمات دي ومع المسميات دي ومع الاحكام اللي المجتمع حاططها ومع التحديات اللي هو طول الوقت حاططها لي وبيقول لي انت بتقيمي من خلال الجزء ده، من خلال النتيجة دي، من خلال الاثر ده. لو انت ما بتعمليش كده اذا فانت مش ناجحة. زي مثلا الكلمة اللي بتطلق على البنات في مرحلة معينة: انت لازم تتجوزي قبل ال30، انت لازم تبقي ام في الوقت الفلاني، مم. انت لو ما عملتيش كده فانت عانس. وكلمة اطلقها المجتمع وسماها ونكمل بيها. انت لازم تكوني زوجة اصيلة داعمة، بتعملي ويبتدي يحط مسميات واحكام على سلوكيات هي اصلا ممكن تكون مش من دورها ولا فرضت عليها ولا المفروض انها تمارسها، ده بالعكس ده المفروض انها تتخلى عنها. مم. لكن عشان خاطر تبدأ البنت تشوف نفسها او تبدأ الام تشوف نفسها وتشوف رضا في عين المجتمع اللي هي موجودة فيه، بتبدأ تستقبل منهم احكام خاطئة وقوانين خاطئة وسلوكات خاطئة، عشان هي متوقعة ان قدر قيمتها قدر ما المجتمع ده هيسقف لها على اللي هو حاطه. يعني هو اللي حاطط القانون وهو اللي حاطط المسمى وهو اللي يقيمها وهو اللي يقول لها برافو او لا. مم. ظلم، ظلم جدا، وظلم للنفس ان البنت بتسمح لنفسها انها تستقبل ده او ان هي تكون في الكيان ده. خليني اقول لك مجموعه من الحاجات لو انت سمعتيها ورددتيها تاني على نفسك انت بتساعدي نفسك ان هي تنجو من المشاعر دي او تنجو من الاطار المجتمع رسمه. اول حاجه ان قيمتك كأنثى مش من رضا المجتمع عنك خالص. مش ده اللي بيحدد قدرتك ولا اللي بيحدد قدرك ولا ده اللي بيمنحك قدرتك على ان انت ناجحه او لا او ثقتك في نفسك خالص. مش تقييم المجتمع هو اللي بيسمح لك او هو اللي بيمنحك كده تماما. انت اللي عارفه قيمه نفسك وانت اللي بتدي نفسك القيمه دي بمقدار وعيك بنفسك ودعمك ليها ونجاحك انت بصلك برب العالمين. بس مش ان نظره المجتمع ليكي ولا التسقيف ولا ان هو بيقول لك برافو انت اتجوزتي، برافو بقيتي ام في الوقت المناسب، لا كده غلط ما عملتيش كده صح مع بنتك، لا انت عدوانيه، لا انت متطلبه، لا انت مش ام ناجحه، لا انت. مش المجتمع، مش مسمياته، مش احكامه هو. انت اللي عارفه عن نفسك اكتر، انت اللي حاطه لنفسك دورك المناسب اللي ربنا قالك عليه، انت عارفه بتنفذيه ازاي وبتوصلي له ازاي. فاول حاجه انت ترفعي تقييمك لنفسك من تقييم المجتمع ليكي ومن ارضاء المجتمع عنك او من رضا المجتمع عن اللي انت بتنفذيه، ملوش اي علاقه، انت بس اللي عارفه قيمه نفسك. في حاجه ان انت تسمحي لنفسك بدون ما تكوني حاسه بالذنب ان انت تهتمي بيها. انت بتقدمي لها رعايه ذاتيه لنفسك من غير ما تكوني حاسه طول الوقت بالذنب لو انا ما حققتش توقعات المجتمع او لو انا ما سمعتش الكلام اللي هم قالوا لي عليه وما اتجوزتش في الوقت المناسب. طب انا هحبط، طب انا هتضايق. لا، تكوني بتدي لنفسك الحقيه وعارفاها وموقنه باستحقاقك انت بالدعم الذاتي، بان انت تقدمي لنفسك الرعايه الكافيه والاهتمام الذاتي في الوقت المناسب. انا عارفه ان ده الوقت المناسب ليا اللي ابدا اطلع فيه للارتباط او لوجودي في علاقه او لا، مش كلام المجتمع. انا عارفه ان انا جاهزه دلوقتي ان انا ابدا اكون كأم تقدر تراعي طفل وتنتج للمجتمع وتنتج لدعمها ولرسالتها طفل جديد يقدر يساعد ويقدر يسند ويقدر يكون هو كمان يزكي منها وبيزكي من نفسه. لكن مش عشان ده الوقت المناسب اللي المجتمع قال عليه. لا، انا عارفه امتى اكون ست بتمارس دورها كزوجه، مش عشان هو قالوا الست الاصيله لازم تعمل كذا وكذا وكذا وتوافق انها تتضرب وتوافق انها تصرف على البيت وتوافق انها ما تعملش كده وتوافق اصل ايه عشان خاطر تبقى ست اصيله. ابدا ابدا، الست الاصيله هي الست اللي بتمارس دورها كزوجه زي ما رب العالمين لها انت عليكي كده. فالفكره ان انا اكون مصلحه ده جوه نفسي وادي نفسي احقيه انها تقول لا لما اكون مش قادره، وتقول لا لما يكون ده مش دورها، وتقول مش هعمل لما يكون مش مكتوب عليها.
وتكون شايفة ان قيمتك من كونك انت، مش من كونك انت بتلبي نجاح تجارب المجتمع، نجاح تجارب الاخرين، رغبة ماما ان انا اوصل لكده، رغبة بابا في ان انا اوصل لكده، كان نفسهم يشوفوني كده فعملت كذا عشان خاطرهم. لا، كونك ان انت تكوني انت من غير ما تكوني بتنفذي رغبات المجتمع او بتنفذي ارضاء المجتمع، ده بحد ذاته هو اللي بيحررك ان انت طول الوقت تكوني محطوطه في اطار مسميات سامه وفي اطار احكام سامه بيطلقها عليكي المجتمع، بس ليه؟ عشان هو شايف كده. انت تمام. فاهمين؟ ايوه فاهمه حضرتك. طيب في نقطه يعني حضرتك ذكرتيها، حابه ان احنا نختم بيها. قلتي اعرفي قيمه نفسك. ازاي الانثى تستمد وتعزز قيمتها الحقيقيه؟ الحقيقة اللي الأنثى بتعزز بيها قيمتها يا نيرة، هي لما تعرف هي كونها ربنا خلقها عندها سمات قوية ازاي، السمات دي بتقدر تفعلها ازاي، بتقدر تنفقها فين، مدى إدراكها لرسالتها في الدنيا ايه وتفعيلها ليها طول الوقت. بس مش مطلوب منها أي حاجة بره إدارها. وخد بالك الأنثى اللي بتعمل كده فعلا وبتعمل ده فعلا بتكون طول الوقت بتعمله باستمتاع وروقان، مش بتعمله بضغط وجري وتحس ان هي طاقتها بتروح ابدا. بتكون مركزه على هدفها، مخليه طاقتها مركزه على اللي بيفرحها، هي بتمارس رعايتها الذاتيه، بتبعد تماما عن توقعات المجتمع. انا فاهمه انا هنا ليه، وعندي قدرات، القدرات دي ممكن احقق بيها ايه وقوتها قد ايه. اتصالي طول الوقت برب العالمين، المصدر الاساسي لمنح القوه، والمصدر الاساسي لمنح الدعم، والمصدر الاساسي للوعي، والمصدر الاساسي لتقييمي، هو ده موجوده معايا طول الوقت ومتصله بيه طول الوقت. فانا مطمنه على اي دور انا بمارسه، مطمنه على اي سعي انا بسعاه، مطمنه على اي نجاح انا بحققه ان هو في مكانه. كل ما الأنثى كانت واعية بده أكتر، بتكلم نفسها عليه، بتقدم لنفسها جمل إيجابية عنها وعن قد إيه هي كفاية وقد إيه هي قوية، وحاطة لنفسها حدود مع الناس ومش بتسمح لحد إن هو يتعدى حدوده ده، لا بكلام ولا بطريقة ولا بتخويف ولا لأ، تقدر في الوقت اللي هي عايزاه ترفض الأمور اللي مش قادرة تستقبلها، وتغير المواضيع اللي مش حابة إنها تتكلم فيها، وتقول لا ده بره دايرة راحتي أنا هعمله لأن هو مش مفروض عليا وهو كمان بره دايرة راحتي. كل ما كانت قادرة تعمل كده كل ما هي بتعي قيمة نفسها وبتعي حقوقها وبتعي واجباتها برضو، وبتزيد من استحقاقها في إنها تستقبل في الدنيا حقوق أكتر وأكتر. لكن ده مش هيجي الأنثى هي حاطة نفسها في تقييم المجتمع طول الوقت وفي رضا المجتمع طول الوقت وفي انها تلبي رغبات كل الناس مهما كانت بتيجي على نفسها، وانها مش شايفة نفسها الا في عيون الاخرين ومش شايفة قدر نفسها الا في عيون الاخرين. كل ما تخلينا عن النقاط دي كل ما زاد احساسنا بقيمة نفسنا. طيب أكيد في حد اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن يكون أو تكون متأثرة شوية بتقييمات الآخرين، وزي ما حضرتك قلتي بالمسميات اللي المجتمع حاططها. فإيه أول خطوة تبدأ بيها بعد الحلقة دي علشان تساعدها تتحرر من ده؟ محتاجين خطوة واحدة بس. بصي، هو الأول عايزاها تسمع اللي أنا هقوله لها وبعد كده هقول لك الخطوة العملية. أول حاجة عايزة أقول لها إن التحديات دي طول الوقت موجودة، طول الوقت موجودة حوالينا وطول الوقت إحنا بنواجهها، بس كل ما أنتي كنتي فاهماها وكل ما كنتي عارفة تواجهيها بقوة وتفكري نفسك إن أنتي أقوى من أي توقعات أو من أي أحكام، إن أنتي مش بس عشان أنتي بنت أو ست، أنتي لوحدك كيان، قوة، نبع للحياة، قصة ملهمة وقوة لا تضاهي، قوة مفيش زيها. فتحديات المجتمع دي مهما كانت موجودة حواليكي هتكون قدرتك أعلى على إن أنت تواجهيها وأكبر بكتير جدا منها. خدي نفس عميق جدا وامشي في طريقك بثقة، لأن أنت بتحددي قيمتك، أنت اللي بتحددي قيمتك. دوري كويس قوي على المعنى ده، ودوري كويس قوي على إن أنا إزاي أكون واعية بقيمتي كأنثى، واعية بسماتي الأنثوية، وواعية بتفعيلها وبإنفاقها في اللي حواليا. أول خطوة تقدر تخليكي عارفة تواجهي كل التحديات المجتمعية هي إن أنت تعرفي قيمتك الحقيقية.
تعرفي قيمتك الحقيقية. حلو جدا، احنا ممكن نختم بالجملة دي النهاردة. وانا كمان حابة منهم انهم يشاركونا افكار للحلقات الجاية علشان برضو نعرف هم محتاجين نتكلم معاهم اكتر عن ايه، ونقابلكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. شكرا لحضرتك. جميل جدا يا نيرة، سعدت قوي بوجودي معاكي. انا اكتر. ماشي يا روحي.